أهلا بيكم في قناة جولدن إيرا موفيز. فيلم الليلة هو فيلم لاست ساموراي. الفيلم ده إنتاج سنة 2003 وبطولة توم كروز وكين واتانابي. بتدور أحداث الفيلم في 1876 وبتبتدي أحداث الفيلم بزعيم الساموراي كاتسوموتو اللي قاعد بيتأمل في البراري ويبان هو قد إيه قائد مهيب. وبتيجي الصورة من الناحية التانية في أمريكا لحفل انتصار للجيش الأمريكي على الهنود الحمر، واللي شارك فيه كابتن نيثان ألجرين اللي قاعد بيسكر من اللي شافه في المعركة لدرجة إنه أطلق الرصاص في الحفلة لإخراج شحنة الغضب اللي جواه، لأن الناس شايفاه بطل في حين إن هو نفذ أوامر القائد بتاعه وأباد قبيلة هندية كاملة بأطفالها ونسائها بوحشية فظيعة. بيخرج من الحفلة دي وهو سكران عشان يلاقي المساعد ليه في الحرب مستنيه بره عشان عنده عرض عمل لكابتن نيثن، وبياخدوا يروحوا مطعم فاخر عشان خاطر يقابلوا مستر أومورا مستشار إمبراطور اليابان عشان يتعاقدوا مع نيثن لتدريب جيش الإمبراطور الياباني على القتال بالأسلحة الحديثة لإنهاء عصر الساموراي التقليدي في الدفاع عن الإمبراطور. وكمان بعد التدريب ده هتبقى كل توريدات السلاح الياباني من أمريكا، ونيثن وافق طبعا بدون تردد على الوظيفة المغرية جدا ماديا دي، لكن ده ما منعش نيثن من إنه يستخف بيهم ويتريق عليهم ويسيبهم ويقوم عشان مندوب الجيش الأمريكي اللي كان حاضر الاتفاق يقوم وراه ويسأله أنت بتعاملهم وحش كده ليه؟ ودي فلوس كتير، وأنا كمان نفذت اللي اتطلب مني في الحرب ومش نادم على قتل الأطفال الهنود دول. لكن نيثن رد عليه وقال له أنا هاخد المرتب ده وأقتل كل أعداء الإمبراطور الياباني، ما عنديش مشكلة، لكني هكون سعيد أكتر لو في يوم من الأيام قتلتك ببلاش. عشان تيجي الصورة على كابتن نيثن وهو في السفينة في طريقه لليابان، وبيوصل عشان يقابله مصور ومؤرخ صحفي مقيم من سنين في اليابان اسمه مستر سايمون جراهام على رصيف المينا، بيعرفه بنفسه ويحكي له عن اليابان وبيقول له إن الإمبراطور بتاع اليابان شاب صغير نفسه يأسس يابان حديثة وعصرية، لدرجة إنه بيجيب مهندسين من أوروبا وفنانين ومعماريين من كل دول العالم الحديث، وطبعا جايب اللي يأسس له جيش من أمريكا، وبياخدوا ويطلعوا مباشرة على قصر الإمبراطور، وهناك بيقدمهم مستر أومورا للإمبراطور ميجي اللي بيهتم جدا برأي كابتن نيثن في الهنود الحمر عشان يتفاجئ برد نيثن بأن الهنود الحمر ناس شجعان. وبتنتهي المقابلة على كده، ويبدأ نيثن تاني يوم في تدريب الفلاحين اليابانيين على انهم يبقوا جيش منظم، ولسه بيعلمهم الوقفة ومسكة السلاح، وبعد شهور بيكون لسه بيعاني معاهم عشان يتعلموا. وفي الفترة دي كان اتعرف على جنرال ياباني اسمه هاسيجاوا، راجل قصير كده بس نينجا جدا في نفسه، وكل الجنود بتقدره وبتحترمه. ونيثن كان حاسس ان الجنرال هاسيجاوا ده يعرف كتير عن كاتسوموتو الساموراي المنشق او المتمرد، ونيثن كمان كان نفسه يعرف أكتر عن كاتسوموتو، هل هو همجي ومتمرد فعلا زي ما بيقولوا وزي ما بيقول أومورا وغيره، ولا هو محارب عظيم؟ لغاية ما عرف إن هاسيجاوا ساموراي برضه، وإنه حارب مع كاتسوموتو للدفاع عن الإمبراطور، عشان يتفاجئ بإن الجنرال أومورا بيقول له إن كاتسوموتو بيهاجم أعمال إنشاء السكك الحديدية وإننا لازم نتحرك عشان نمنعه. فبيرد نيثن ويقول له الرجاله دي لسه مش جاهزه، وهنا بيقطعوا الكولونيل باجلي اللي كان القائد بتاعه في معركه الهنود، وبيقول له ان رجاله كاتسوموتو همج برمح وسيف وانت معاك القوه العسكريه الاقوى، وانا بامرك بانك تتحرك بالجيش ده الصبح عشان توقف الساموراي عند حدهم. وهنا اتعصب نيثن وادى امر من الجنود باطلاق النار عليه هو شخصيا، وهو متاكد ان محدش منهم هيعرف يصيبه. ومع ذلك بيصر الكولونيل بانجلي ان الجيش يقابل كاتسوموتو بكره، عشان تيجي الصوره تاني يوم في غابه وجو مليان ضباب وجنود جيش الامبراطور واقفين مستعدين للحرب. فجاه بيظهر كاتسوموتو ورجالته، وطبعا جنود الامبراطور لسه مش عارفين اصلا لا يعمروا سلاح ولا يقفوا ازاي، وتكون النتيجه ان هم بيجروا ويهربوا. فجاه نيثن بيلاقي نفسه بيحارب لوحده ومتحاصر، وبيدافع عن نفسه برمح عليه شعار النمر اللي هو شعار كاتسوموتو، وبيحاول يقتل واحد واتنين لغايه ما بيقع خالص، وبيجي واحد من قاده الساموراي لابس درع احمر عشان يقتله، لكن نيثن بيقتله، وقبل ما الساموراي يقتلوه بيأمرهم كاتسوموتو انهم ياخدوه اسير عشان هو عايزه حي. ونيثن وهو متربط بيشوف منظر غريب جدا عليه، هو ان الجنرال هيسيجاوا بيمسك السكين وبيقتل نفسه، ان كاتسوموتو بيساعده وبيقطع رقبته بالسيف. اه والله زي ما سمعت كده. وده شرف الساموراي انه لو اتهزم وما ماتش بسيف الاعداء بيقتل نفسه بنفسه عشان يمحي عار الهزيمه عنه. وبياخدوا كابتن ألجرين او نيثن اسير وبيرجعوا بيه على القريه بتاعتهم، وهناك كاتسوموتو بيقول له اننا في اعماق الجبل وان الشتاء داخل علينا، وبالتالي انت اسير عندنا لغايه الربيع لغايه ما الطرق تفتح، وبعدين هنحررك. وده ابني موبوتادا زعيم القريه، واخدوه لبيت عشان يعالجوه.
وكانت ست بتعالجه من جروح المعركة الكتيرة اللي في جتته. وهنا مساعد كاتسوموتو بيسأله أنت جبته هنا ليه وبتعالجه ليه؟ قال له عشان نعرف عدونا القادم وأفكاره. ومن ناحية تانية نيثن بيتعالج عند أخت كاتسوموتو اسمها تاكا، وكان هو مدمن لشرب الخمور، وبالتالي أول ما ابتدى يفوق كان عايز ساكي، والساكي ده المشروب الوطني المسكر الياباني. ومن ناحية تانية كان كاتسوموتو بيقرأ مذكرات نايثن عن حربه مع الهنود الحمر لغاية ما فاق وابتدى يتعافى من جروحه ومن الخمور كمان. وكان أول مرة يخرج يتمشى في القرية واتفرج على الساموراي وهم بيتدربوا على القتال. وبعدها كاتسوموتو طلبه وراح قابله عشان يتعرف عليه أكتر ويتكلم معاه بلغته اللي كاتسوموتو بيحاول لسه يتعلمها. وهنا كاتسوموتو بيعرفه إنه ما قتلش جنرال هيسيجاوا زي ما انت فاكر، لا، انا ساعدته بفخر في انه ينهوا حياته بعد الهزيمه، ودي تقاليدنا الغريبه عنك زي ما عندكم تقاليد غريبه عننا. وهنا نيثن بيساله مين الراجل اللي كان لابس درع احمر اللي انا قتلته ده؟ قال له ده زوج اختي واحد اكبر القاده بتوعي، وهو مات بشرف في ميدان المعركه. طب ومين الست اللي بتعالجني في بيتها دي؟ قال له دي اختي ودي زوجة الفارس هيروتاوا واسمها تاكا. ولما رجع من عند كاتسوموتو وعزموه ياكل معاهم وابتدى يتعرف على الناس اللي عايش عندهم مرة في مرة، وهو بيتمشى شاف الأطفال الصغيرين وهي بتتدرب بسيوف خشب، وقعد يلعب معاهم لغاية ما جه القائد يوجو اللي كان مخنوق منه أصلا، وابتدى يلعب وهو مكان الأطفال وكان بيضربه ضرب مبرح. لكن لفت نظره إن نيثن مهما بينضرب بيفضل واقف ورافض الاستسلام، بس يوجو كان بيعجنه ضرب. وبتعدي ايام وبيروح لكاتسوموتو تاني اللي بيطلب منه يحكي له عن حربه ضد الهنود الحمر. فهم منه بالرغم من انه منتصر في حربه ضد الهنود لكنه ما كانش مبسوط بده، وان اوامر القائد بتاعه بقتل الاطفال والنساء خلى عنده احساس بانه قاتل مش محارب. وبتمر الأيام وهو بيتعلم لغتهم وبياكل معاهم وبيتعلم مبارزة وتكنيك القتال بتاع الساموراي، لغاية ما في مرة كالعادة القائد يوجو بيبارزوا بالسيف الخشب، وقدر نيثن لأول مرة إنه يتعادل معاه، ودي كانت أول مرة إنه يوجو يبص له بصة باحترام. لغاية ما بتيجي لحظة فارقة لما مرة بالليل في القرية بيكونوا كلهم سهرانين بيعملوا ألعاب ترفيهية عشان الربيع، ونيثن قاعد بيتفرج ومبسوط وبيلمح خيال لنينجا فوق سطح بيت، وبيحذر كاتسوموتو في اللحظة المناسبة قبل ما يتقتل، وبياخد الولاد الصغيرين وبيدخل بيهم بيت يحميهم، وبتقوم مجزرة فظيعة وبيقدر نيثن وكاتسوموتو يصدوا الهجوم ده بالعافية بعد ما خلصوا على كل المقتحمين. ومن هنا ابتدى شكل علاقته بيهم وعلاقتهم بيه تختلف تماما، ابتدت تتحول من أسير غريب لشخص قريب منهم وصديق ليهم. وبيجي الربيع وبنشوف نيثن عند كاتسوموتو بيتكلموا، ونيثن بيسأله مين اللي بعت النينجا دول، أومورا ولا الإمبراطور؟ رد كاتسوموتو قال له لو الإمبراطور مش هيحتاج يبعت، هو هيأمرني بس وأنا هنفذ. عموما احنا نازلين بكره المدينه لان الطرق فتحت والامبراطور طلبني. ويديله مذكراته واللي كان فيها قصته مع الهنود، وبيقول له انه عرف يقراها كلها. تيجي الصوره تاني يوم وهو ماشي وتاكا بتودعه والاطفال وباقي القريه، بيبان ان تاكا اتعلقت سيكا بيه وهو كمان، بالرغم عادي طبعا بالرغم من ان هو قاتل جوزها ابو عيالها، بس ماشي الحال. ويوصلوا المدينه وبينزل نيثن الاسير عند معسكر الجيش والساموراي بيكملوا لقصر الامبراطور. ويدخل الكابتن الجرين او نيثن المعسكر عشان يكتشفوا التطور الرهيب، ويقابلوا كولونيل باجلي، وبيدخلوا يقابلوا مستر أومورا ومعاهم السفير اللي بيعرض اتفاقية أمريكا معاه. وهنا أومورا بيهددوا وشبه بيطردهم ما عدا كابتن الجرين، وبيعزموا على كاس بما إنه كان بيسكر، وتفاجئ لما قال له انه بطل يشرب. وهنا أومورا بيقول له كاتسوموتو راجل رائع، فرد نيثن وحاول يعني يغلوش عليه، لكن أومورا حاول يرشيه بانه هيقود الحرب قدام كاتسوموتو بالسلاح الجديد، وانك كنت صح لما زمان قلت اننا مش جاهزين، بس احنا دلوقتي جاهزين، وبالبلدي كده سلمني كاتسوموتو دلوقتي وانا كده كده هوقعه عند الامبراطور وتكسب ولا ايه؟ وهنا رد عليه نيثن وقال له هفكر في العرض ومشي. وأومورا ادى اوامر للحرس بتوعه يمشوا وراه، ولو راح لكاتسوموتو اقتلوه. وهو خارج شاف نوبوتودا ابن كاتسوموتو والعساكر ماسكاه وبتغلس عليه وبتأذيه، ويحاول نيثن يتدخل لكن العساكر هجموه وقطعوا شهر نوبوتودا عشان يهينوه. من الناحية التانية فعلا أومورا عرف يأثر على الإمبراطور ويخليه يعزل كاتسوموتو ويحبسه كمان. وبيروح كولونيل بانجلي لنيثن يقول له ان كاتسوموتو اتحبس والساموراي اتحذروا، وانت هتورث الليله كلها يا معلم بشويه عقل بس. وهنا نيثن عارف ان كاتسوموتو اتحبس، ولما بيخرج وراه حرس أومورا عشان يحاولوا يستفردوا بيه ويقتلوه،
لكنه بيقدر يخلص عليهم. بيروح ياخد المؤرخ البريطاني مستر جراهام عشان يعملوا نمرة على حرس سجن كاتسوموتو ويحاولوا يهربوه، لكن فجأة الحرس بيفهم الفخ وبيتصاب نوبوتادا في محاولة الهرب وبيضحي بحياته عشان يشغل الحراس ويغطي هروبهم، وفعلا بيوصلوا القرية فعلا. كاتسوموتو بيقول له إن الجيش هيجي يقبض عليهم هنا أو هيبيد القرية باللي فيها بعديهم كمان. وبيروح نيثن يسلم على تاكا والولد الصغير اللي بيكون حزين وخايف عليه لأنه بقى بيحبه، مش عايز يفقده هو كمان بعد أبوه. وتاكا بتخليه يلبس درع زوجها الأول هيروتاوا عشان يشرفهم بيه. كاتسوموتو بيهديه بسيف مصنوع مخصوص عشانه، وبيودع جيش الساموراي أهل القرية وبيطلعوا الحرب قدام جيش الإمبراطور، وبيقابلوا كولونيل بانجلي ومستر أومورا وبيطالبوهم بالاستسلام. كاتسوموتو بيرد بابتسامة مستحيل، ومستر أومورا عارف كده كويس، وأومورا بيهز راسه مبتسم. وهنا بانجلي بيقول لنيثن أنت مالكش في العركة دي بشلن، ما توقفش مع أعدائنا ضدنا. وهنا رد نيثن وقال له وأنا هدور عليك في الحرب، ومشيوا كل واحد راح ناحية جيشه. وهنا نيثن بيقول كاتسوموتو التاريخ بيقول إن في 300 من الرومان هزموا مليون من الفرس. كاتسوموتو بيسأله بجد؟ قال له آه. قال له طب وال300 دول فضل منهم إيه؟ قال له لا، ما فضلش منهم حاجة، دول خلصوا لآخر راجل. وضحكوا أكنها نكتة وهم عارفين إن هم هيتصفوا كلهم النهاردة. وابتدت الحرب وضبوا في بعض جامد، وقدر الساموراي يعملوا كمين للجيش وزنقوهم في وادي ضيق، والدنيا ولعت زيادة وقدروا فعلا يهزموا معظم تشكيلات الجيش، لغاية ما قرروا هم إن هم يهاجموا قيادة الجيش، وانفتحت عليهم أحدث المدافع واللي فرمتهم تماما، لغاية ما كاتسوموتو وقع من على حصانه واخد بتاع 200 طلقة. وقع نيثان كمان مصاب جنبه، والرشاش عمال يضرب عليهم لغاية ما ضابط ياباني خالف أوامر أومورا وأمر الجنود بوقف الضرب. تيجي الصورة على كاتسوموتو وهو بيطالب نيثن بأنه يساعده يقف عشان ينهي حياته بالسكين، ونيثن بيرفض، لكن كاتسوموتو قال له إن ده طلبي لتكريم اسمي. ساعده فعلا نيثن وفعلا موت نفسه، وكل أفراد جيش الإمبراطور ركعوا تخليدا لروحه كساموراي أصيل. وبتيجي الصورة على الإمبراطور بيستقبل نيثن في حضور أومورا والسفير الأمريكي، وأومورا بيقول له ده كان عدوك. وهنا بيقول له نيثن أنا لو عدوك أؤمرني أتخلص من حياتي، لكن آخر طلب لكاتسوموتو مني إني أتوصل لك السيف ده عشان تفكر الأجيال الجاية بحماية الساموراي للإمبراطور. ولسه أومورو هينطق زعق له الإمبراطور وعزله وصادر أملاكه، والإمبراطور سأل نيثن قل لي هو مات إزاي؟ قال له لا، أنا هقول لك هو عاش إزاي. وبيمشي نيثن وبيختفي ومحدش بيعرف هو راح فين، هل عاش مع تاكا ولا رجع أمريكا ولا راح فين. وبتنتهي أحداث الفيلم على كده، وأشوفكم في فيلم جديد.